صحيح. ابو حاتم، لبيه. انت وش مجهز لنا اليوم؟ قصة ولا قصيدة اللي تبي. والله هي قصة يعني احنا طلعنا من عمان متجهين للإمارات بدعوة من الدكتور راشد بن علي المنصوري. نعم. واخوه سالم. نعم. فجينا لأبو ظبي ويوم أخذنا يوم وليلة. قال أنا ماني في أبو ظبي، يعني في الظفرة، عنده هجن الرجال. جيناه والله وكرمنا واستانسنا عنده والله. فيقول هذا واحد شايب جالس في عزبة من حقنا الهجن، شاب كبير. الشاب كبير. إيه؟ يقول بعد العصرية في فيت العزبة، قال له والله ذاك السوداني قال يا الربع أنا معي بكرة ودي أبيعها، مسافر بكرة. فيقول التفتوا الربع اللي عندي قالوا ما تسوى. قالوا ليه ما تسوى؟ قال ما يعني لا دي. قال طيب أنتم شوفوا وضع الرجال يقول بس أسافر بكرة، فيعني اشتروها منه، يعني نفسه كربته يعني. فهو ما كان له شأن في الهجن بتاتا ولا له دخل في الهجن، فزعة بس، إلا أنه تعاطف معه. فزعة. تعاطف مع السوداني بما أنه يقول أنا سفري بكرة وأبغى أصرف البكرة ذي، وهذولا قالوا لا ما لنا مشارينها. قال كم تحدها يا ولدي؟ قال ب10,000. وترى يا شايب ترى ما هي بقيمتها 10,000، ممكن قيمتها فوق 20. قال شريتها. ترى يا ولدي والله مالي دخل في الهجن، مالي في الابل ولا في ما الهجن هذه مالي. اللهم بس انه علشان يوم تقول انا بسافر بكره. اشتراها الرجال وأعطاها فلوسه وقال دخل البكره في العزبه، عزبه ابن عمه. يوم جاء اليوم الثاني هو يجي قال ما لقيت لها واحد يضمرها منها العمال منها قال والله فيه سوداني. قال شوفوا. حلو. كلموا السوداني كم؟ قال ب1500 محفولة مكفولة أبد بطعامها وبتضميرها وكل شيء، شهريا طبعا 1500 درهم والله. وضمرها وعسفها. يوم خذوا له والله انه جاز لهم ربعه اللي كانوا ما يبونها. ايه جاز لهم يعني جاريها يوم يشوفونها مع السوداني. قالوا نبي نحط سباق خاص لها، نجيب لنا كم ذلول ونخليها تسابق معها. طبعا هجنهم ما شاء الله، يعني اللي تاخذ الاول وتاخذ الثاني وتاخذ الثالث، يسابقون بها. دخلوها مع السباق وخذت الثاني. سبحان الله. تغير الوضع. قالوا يا ولد حنا نظرتنا لها ما كنا يعني ما وفقنا في النظر، كنا يعني قلنا هذه ما تصلح. بس عقب ما عسفها وضمرها السوداني ما شاء الله طلعت. فجاء الأشواط اللي هي على مستوى الدولة، قال دخلوها. أشاور ربعه قال وش رأيكم؟ قال بالله لا مرة تدخيلتها ضروري في الأشواط المهمة. فسبحان الله العظيم دخلوها في الأشواط المهمة وخذت الأول. ما شاء الله. يوم خذت الأول له أخون عليه دين يمكن يتجاوز 500. قال يا فلان ترى جتك هدية ما شاء الله، والقيمة اللي تجيبها أبد هي لك. والله يوم أخذت الأول وأول سومها 800,000. ما شاء الله. قال نصيبك والله، وياخذ 800 ويخلص دينه ويشتري له السيارة. يا سلام. اي والله. فشوف سبحان الله العظيم يعني الإيثار والتوفيق وتنفيس الكربة